الأستاذ محمد سعد خير الله منسق الجبهة الشعبية لمناهضة أخوانة مصر ضيفنا في 90 دقيقة النهاردة، كان بيكلمنا قبل الفاصل على مشكلة إذا ما صحت كما يؤكد قد ترقى إلى مستوى الكارثة. هيئة المواد النووية في القاهرة بيقال أنها محتلة بعدد كبير من الإخوان، والعهدة على رواية الأستاذ محمد. عايز أعرف بقى المعلومات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي مؤكدة، وبناء عليه جريدة الفجر أفردت مساحة كبيرة جدا للقضية. المعلومات طبعا مؤكدة وموثقة، وبناء عليه الصحفي العبقري صديقي الدكتور محمد الباز فرد صفحة كاملة امبارح، صفحة 7 للموضوع بعد التأكد من الأكونتات الشخصية اللي تم إرسالها. إحنا مصدرنا أحد المصريين الشرفاء اللي تقريبا حاليا قاب قوسين أو أدنى من أن يتم كشفهم، وإن محمد عبد الله اللي هو مدير عام ورئيس الإدارة المركزية هدد وتوعد في حالة كشف المصدر اللي أمد الفجر والجبهة الشعبية بالمعلومات هيتم إقصائه. القصة